اللهم أمنا مما نخاف وأعطنا ما نرجو وارزقنا يا كريم باسمك الأعظم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا رب اجعل حبك في قلوبنا أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم اجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام على منابر الجنة وأرائكها يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واغفر لنا ما يعلمون وما لا يعلمون واختم لنا بالسعادة يا رب العالمين. واجعل خير الأعمال أواخرها وخير الأيام خواتمها وخير الأيام يوم أن نلقاك. اللهم اصرفنا عما يلهينا عنك وعن لقائك يا رب العالمين واستعملنا في طاعتك يا أكرم الأكرمين. أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. أهلين البنات، شراكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيت نطلع لكم فيديو كله نشاط، أكلة شعبية خاصة بمدينة قرط، أكلة تقليدية على طريقتي سهلة، راحكم تجربوها. هيا نتعرفوا على هذه الوجبة التقليدية. نحتاجو بربوشة متوسطة نضيفوا لها الزيت كمية قليلة، نفوروها التفويرة الأولى ومن بعد نعاودو الدوزيام نفوروها. كي نحيوها نضيفو الملح ونبخوها ونعاودو نفوروها. هنا نحتاج كابو لحم، بطاطا، 2 حبات ولا القيس اللي راكم راح تطيبوا به، بصل، البندراق هنا هكا قطعته كل واحد كيفاه يقطعو. انا هكا قطعته جاني ساهل، قطعته كيما هكا. نقطعوه نشلوه 4 تشليلات، يتنحى منه الرمل والوسخ حاشاكم اللي فيه. اول حاجه نضيفوا البصله بلا زيت، نضيفوا عليها البطاطا، نزيدوا الكابو واللحم، كاوجه وفلفل حار، فوق نضيفوا البندراق، في الاخير نضيفوا شويه ملح، في الاخير نضيفوا الملح ونخليو الخضره مع بعضها تكتك يذبل. نقفلوا عليه واحد نص ساعه، ما بيد ما فرطنا البربوش يكون كلش واجد. بعد ما يطيب نضيفوا له نص كاس حليب ولا كاس غير ربع حليب، كرازيوه ونعاودو نرجعوه للنار، نقصوا عليه خلوه شويه يتحرق يعطي ذيك البنه برك. معنا نشيطوه، طفيو عليه ونقدموه بالصحة والهنا. اللهم عوضني عن كل شيء طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر. اللهم إني أعوذ بك من كل ذنب يضيق الرزق ومن كل ذنب يمحي الحسنات ومن كل ذنب يضاعف السيئات. اللهم عوضني عن كل شيء طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر. اللهم إني